السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي في اليوتيوب. أهلا بكم في فيديو جديد ومع النادي الأهلي. والنهاردة الفيديو كله عن النادي الأهلي أمام يونج أفريكانز في المرحلة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا بعد طول غياب شهر و20 يوم أو شهرين على الأقل، في غياب طالة الأهلي بالتشكيلة الأساسية وبعد الصفقات الجديدة والإحلال والتجديد. في 7 لاعبين مشوا وفي 4 خلاص اتأيدوا جداد. إن شاء الله القائمة الأساسية للنادي الأهلي أمام ديانج أفريكانز مع ديستروب إن شاء الله يكون على أمل نشوف تشكيلة جديدة للنادي الأهلي. توقعاتنا للتشكيلة الأساسية للنادي الأهلي: محمد الشناوي، محمد هاني، بيكهام، وياسين مرعي، و ان شاء الله كوكا، وفي نص الملعب مروان عطيه واليو ديانج وامام عاشور. اما في الهجوم هيكون زيزو وجريشار وبن شرقي. هي دي التشكيله المتوقعه ان شاء الله امام ديانج افريكانز في المرحله الثالثه. لابد من حميه الفوز لستروب والنادي الاهلي على هذا الفريق، لانه بيتقاسم مع النادي الاهلي 4 نقاط لديانج افريكانز. ان شاء الله تكون الأسبقية والأفضلية للنادي الأهلي. النادي الأهلي بعد طول غياب الرجوع، بعد طول غياب النادي الأهلي، طلت النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا. غير إن شاء الله نفرح النهارده إن شاء الله الساعة 6 بتوقيت القاهرة. إن شاء الله ما نشوفش أخطاء دفاعية. إن شاء الله ديستروب يكون صحح الأخطاء في الفترة اللي هي كان فيها الدوليين في كأس العرب وكأس الأمم الأفريقية. ما أعتقدش ان ديستروب هيغامر ب سواء احمد عيد او مروان عثمان. اعتقد ان هم هيخليهم لو النادي الاهلي حقق نتيجه كبيره هيكون لهم نصيب في الشوط الثاني اخر ربع ساعه او 10 دقائق من المباراه. بالتوفيق وديستروب في اختيار التشكيله الاساسيه المثاليه في هذه المباراه الصعبه في المرحله الثالثه من دوري ابطال افريقيا. الشرطي ان شاء الله النادي الأهلي هيلعب 4-3-3 الخطة المعتادة، مع الزيادة العددية في الهجوم ومع الزيادة العددية في الدفاع. إن شاء الله بأمر الله الفوز الأكيد على ديانج أفريكانز ويفوز بصدارة المجموعة والتأهل لدور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا بعد هذه الجولة بإذن الله. بالتوفيق للنادي الأهلي أمام ديانج أفريكانز إن شاء الله. ما تنساش السبسكرايب وتفعيل زر الجرس والاشتراك في القناة واللايك المتين الحزين. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.